بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس من المرحلة الابتدائية، معكم مستر عوض الله مع درس جديد، الدرس الرابع، مصر في عصر البطالمة والرومان. أخذنا في الدرس الماضي سقوط ال30 أسرة في الدولة الحديثة. مين اللي أسقطها يا أولاد؟ الفرس. كنا قلنا إن منيتون قسم مصر ل30 أسرة: العصر العتيق، عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة. وقلنا إن الدولة الحديثة هتنتهي بسيطرة الفرس، يبقى الفرس أسقطوا الدولة الحديثة. مين الإسكندر ده يا مستر؟ ده شاب اتولد في إقليم مقدونيا في بلاد اليونان. كان والده اسمه فيليب الثاني. أبوه اتقتل وهو عنده 20 سنة. كان المعلم بتاعه فيلسوف الشهير اسمه أرسطو. قدر بعد ما أبوه اتقتل يمسك الحكم وينتقم من اللي قتله والده ويخلي بلاد اليونان بلد موحدة، وكان بيحلم إن هو يكون عنده إمبراطورية. طب مين اللي كان مسيطر على العالم في ذلك الوقت؟ الفرس. قدر يوحد بلاد اليونان ويعمل جيش عظيم عشان بالفعل يهزم الفرس ويكون إمبراطورية، ويموت وهو عنده 30 سنة أو 35 سنة في مدينة بابل بالعراق. دي كلها الشخصية الإسكندر الأكبر. يبقى الإسكندر اتولد فين؟ في مقدونيا، قاف ميم يعني قبل الميلاد سيدنا عيسى ولد بالإسكندر الأكبر في إقليم مقدونيا في اليونان 356 قاف ميم يعني قبل الميلاد. مين المعلم بتاعه؟ الفيلسوف أرسطو. نجح إن هو يكون إمبراطورية. أيوة يا مستر، إزاي؟ إن هو قدر يهزم الفرس ويسيطر على أجزاء كبيرة من العالم، بيعدوه من أعظم القادة العسكريين في التاريخ. ليه؟ عشان هزم الفرس وعمل انتصارات عظيمة وكون إمبراطورية. عشان كده سموه الإسكندر الأكبر. يعني إيه إمبراطورية يا مستر؟ دولة كبيرة جدا مترامية الأطراف، كبيرة أوي أوي أوي، مسيطرة على عدد من الأقاليم يعني الدول والشعوب تحت حكم شخص واحد اللي هو الإسكندر. يبقى دولة بتسيطر على أراضي كتيرة من الدول وشعوب ناس تحت حكم شخص واحد. يبقى الإسكندر اتولد فين؟ في مقدونيا. مين المعلم بتاعه؟ الفيلسوف أرسطو. كون إمبراطورية بالفعل. بما تفسر ليه الإسكندر جه للسيطرة على مصر؟ إيه السبب إن الإسكندر جه للسيطرة على مصر؟ عشان مصر كانت من أكبر الدول إنتاجا للجمح، فهو عنده جيش كبير، فقال لما سيطر على مصر يبقى أنا كده بوفر الغذاء لجيشي وببني إمبراطورية. يبقى سبب مجيء الإسكندر عشان يوسع الإمبراطورية ويضم مصر ويوفر الغذاء لجيشه. مين اللي كان بيحكم مصر قبل مجيء الإسكندر؟ الفرس. دلل أساء الفرس معاملة المصريين. واحد، فرضوا الضرائب على المصريين، لم يحترموا الديانة المصرية ودمروا المعابد وفرضوا علينا الضرائب وأساءوا معاملتنا. يبقى عاملوا المصريين كأنهم عبيد، فرضوا عليهم الضرائب، لم يحترموا الديانة المصرية. طيب المصريين لما الإسكندر جاي رحبوا بيه. إزاي يا مستر إحنا نرحب براجل جاي يحتل أرضنا؟ ما إحنا كنا بنفكره جاي يخلصنا من الفرس الظلمة. يبقى المصريين رحبوا بقدوم الإسكندر 332 قاف ميم قبل الميلاد، ظنا منهم إن جاي يخلصنا من حكم الفرس الظلمة. دلل، هل الإسكندر احترم الديانة المصرية ولا عمل زي الفرس؟ لا يا مستر، احترم الديانة المصرية. ايه الدليل؟ زار واحد من آلهة المصريين وهو الإله أمون. الإله ده كان موجود فين؟ المعبد بتاعه في واحد سيوة بمرسى مطروح. يبقى زار معبد الإله أمون في واحد سيوة وقدم ليه القرابين كمان. يبقى ايه النتيجة لما زار معبد الإله أمون في واحد سيوة؟ دليل على احترامه للديانة المصرية. بما تفسر ليه الإسكندر قام ببناء مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط؟ عشان تكون عاصمة لمصر وتحمل اسمه، لتكون عاصمة جديدة لمصر وتحمل اسمه. الإسكندر هيتوفى فين؟ في بابل في العراق
طب ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل. هو الإسكندر كان اتوفى بإيه؟ جات له الحمى سخونية وتوفى، والقادة بتوعه جابوه من العراق ودفنوه هنا في اسكندرية. الإسكندر يا ولاد لما مات ما كانش ليه وريث. ياه، الإمبراطورية وده كله ما كانش عنده وريث؟ لا، يقال كان ليه بنت، يقال. طب ايه النتيجة يا مستر ان الاسكندر مات في مدينة بابل وما كانش ليه وريث؟ القادة بتوعه اجتمعوا في مدينة بابل يا ولاد وبدأوا يجسموا الامبراطورية بتاعته. طب مين بقى اللي كان بيحلم يحكم مصر؟ بطلميوس الأول. يبقى مين المؤسس لدولة البطالمة؟ بطلميوس الأول. ليه سميناها دولة البطالمة؟ نسبة لمؤسسها بطلميوس الأول، واحد من قادة الإسكندر. طيب دولة البطالمة ظلت في مصر كام سنة؟ المستر بيقول لي ظلت في مصر 3 قرون، يعني كام؟ 300 سنة. طب العاصمة اللي بناها الإسكندر مين؟ اسكندرية. طب هتبقى عاصمة البطالمة مين؟ برضه اسكندرية. الإسكندر لما بنى مدينة الإسكندرية عشان تكون عاصمة وتحمل اسمه مات قبل ما يبنيها. مين اللي هيستكمل بناء مدينة الإسكندرية؟ بطلميوس الأول. آخر حكام البطالمة الملكة كليوباترا السابعة، كانت ملكة جميلة أوي وطموحة. تعال ندخل بقى، هل البطالمة اهتموا بالاقتصاد؟ يعني إيه الاقتصاد؟ الزراعة، الصناعة، التجارة. المستر قال لي طب إيه الدليل اهتموا بالزراعة؟ دخلوا أدوات ري زي الساقية. يبقى مين اللي دخل الساقية في الري؟ البطالمة. وحفروا الترع. طب إيه النتيجة لما دخلوا السواقي وحفروا الترع؟ أدى إلى ازدهار وتقدم الزراعة. إيه الدليل إن البطالمة اهتموا بالصناعة؟ بص حط إيدك على ملابسك، منسوجات، حط زيت على شعرك، زيوت، بص على المراية، زجاج. يبقى منسوجات، زيوت، زجاج، وده دليل على اهتمامهم وتقدم الصناعة. إيه الدليل إن اهتموا بالتجارة؟ قاموا بإنشاء منارة اسكندرية. يعني إيه منارة؟ عبارة عن بناء مرتفع بيتكون من 3 أدوار، في النهاية فوق في كتلة كده بتنور. ليه؟ عشان السفن اللي في البحر ترشدها ليلا إلى مكان الميناء، فده أدى إلى ازدهار التجارة. يبقى إيه العلاقة ما بين منارة اسكندرية والتجارة؟ إن منارة اسكندرية ساعدت على ازدهار التجارة من خلال إرشاد السفن ليلا. نروح للتعليم. هل البطالمة اهتموا بالتعليم؟ أيوة يا مستر. إزاي؟ بناء مكتبة اسكندرية وجامعة اسكندرية. يبقى مين اللي بنى مكتبة الاسكندرية؟ البطالمة. مين اللي بنى جامعة الاسكندرية؟ البطالمة. طب ايه أهمية مكتبة اسكندرية؟ إن هي من أقدم وأشهر المكتبات في العالم القديم، وكانت بتضم كتب من جميع أنحاء العالم. ايه النتيجة المترتبة على جامعة اسكندرية؟ كان بيأتي إليها طلاب وعلماء من أنحاء العالم. ايه العلاقة بين جامعة اسكندرية والتعليم؟ إن جامعة اسكندرية أدت إلى ازدهار التعليم وجعلت مصر منارة للعلم والعلماء. نروح للعمران. ايه الدليل إن البطالمة اهتموا بالبناء سواء بناء ديني أو بناء عادي؟ الدليل إن البطالمة اهتموا بالدين، قاموا ببناء معبد إدفو ومعبد دندرة ومعابد فيلة في أسوان. دلل على اهتمام البطالمة بالدين. قاموا ببناء معابد لآلهة المصريين في إدفو، معبد إدفو ودندرة ومعابد فيلة بأسوان. بس لا، واحترموا الديانة المصرية زي الإسكندر. إزاي؟ إنهم اعترفوا بالدين المصري دين رسمي للبلاد، وقدموا القرابين للآلهة المصرية زي الإسكندر. يبقى هم زي الإسكندر احترموا الديانة المصرية وقدموا القرابين للآلهة واعترفوا بالدين المصري دين رسمي للبلاد، وبنوا معبد إدفو ودندرة ومعابد فيلة بأسوان. سقوط دولة البطالمة إن هم انفرضوا على المصريين ضرائب نفس الفرس. الحكام بتوعهم مع الزمن أصبحوا حكام ضعفاء وروما بتتدخل في شؤونهم. المصريين هجموا ضدهم بثورات بسبب الضرائب وبسبب تدهور البلاد. الملكة كليوباترا هتدخل في حرب مع الرومان. اسم المعركة معركة أكتيوم البحرية 31 قبل الميلاد. إيه النتيجة اللي ترتبت على المعركة؟ هزيمة الملكة كليوباترا، وانتهى العصر البطلمي، وأصبحت مصر ولاية رومانية. آخر حاجة في الدرس
هنتكلم بقى عن حكم الرومان. الرومان حكموا مصر امتى؟ بعد معركة أكتيوم البحرية 31 قاف ميم قبل الميلاد. مصر كانت غنية بالجمح، عشان كده الإسكندر إجا عشان يأمن غذاء لجيشه ويبني إمبراطورية. فإيه الدليل إن البطالمة استغلوا موارد مصر أسوأ استغلال؟ إن هما توسعوا في زراعة القمح في مصر، وبدأوا ياخدوا القمح يودوه روما. إزاي؟ عبارة عن سفينة بتتعبى وتيجي بقى تاخد من اسكندرية القمح ويوصلوه روما. كانوا بيسموها الشحنة السعيدة. يبقى مين اللي كان بيزود روما بالغذاء والقمح؟ مصر. طيب هل هم اهتموا بالتجارة زي البطالمة؟ أيوة يا مستر. خلوا مدينة اسكندرية تاني أكبر مدينة تجارية في العالم بعد روما. يبقى مين كان أكبر مدينة تجارية في العالم أيام الرومان؟ روما، والتانية اسكندرية. طب هل هم اهتموا بالصناعة زي البطالمة؟ أيوة يا مستر. اهتموا بصناعة ورق البردي اللي الفراعنة كانوا بيكتبوا بيه والزيوت. طب هل اهتموا بالعمران؟ أيوة يا مستر. بنوا المسرح الروماني ومعبد رأس السوداء في اسكندرية. بنوا المسرح الروماني زي الاستاد كده ومعبد رأس السوداء في اسكندرية. طب ايه سبب سقوط دولة الرومان؟ ان هم زي البطالمة فرضوا على المصريين ضرائب لم يشركوا المصريين في حكم بلادهم. يبقى مين اللي ما يشركوش المصريين في حكم بلادهم؟ الرومان. 3. كل اللي دخل الديانة المسيحية اضطهدوه وقتلوه. طب ايه النتيجة المترتبة على اي واحدة من دول؟ سقوط العصر الروماني في مصر. طب ايه النتيجة اللي ترتبت على ده كله؟ سقوط العصر البطلمي وثورات المصريين. ليه المصريين قاموا ضدهم بثورات؟ بسبب فرض الضرائب لم يشركوهم في حكم بلادهم، عدم اضطهاد المسيحيين. المصريين رحبوا بقدوم الإسكندر عشان يخلصهم من ظلم الفرس. برضو المصريين رحبوا بالفتح الإسلامي العربي القائد عمرو بن العاص عشان يخلصهم من الرومان. يبقى مين اللي فتح مصر؟ عمرو بن العاص. مين اللي هزم الرومان؟ عمرو بن العاص. سنة كام؟ 641 ميلادية. مين اللي دخل المسيحية مصر؟ القديس مرقس. امتى؟ في النصف الأول من القرن الأول الميلادي. تحياتي لكم مستر عوض الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.